السلام عليكم متابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وعظم الله لكم الأجر باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام. اليوم عندنا توزيعات الليلة السادس من محرم. اليوم راح أسوي بورق. هنا أنا عندي نصف كيلو من صدور الدجاج المثرومة. خليت طاسة أو جدرية دهن وضفت عليها صدور الدجاج، وأبدي أحركه بهذا الشكل حتى تتفتت عندي. طبعا راح أضيف عليها البصل وراح أضيف عليها التوابل حسب الرغبة، وآخر شي راح أضيف الكرفس وأطفي عليها. بكيفكم تردون تزيدون الكمية، تردون لحم، تردون أجبان. يعني الأفكار هواية تقدرون تحشون بيها البورق أو السمبوسة، يعني انتو شو تسمونه. هنا أنا ضفت عندي البصل. طبعا هو لا على التعيين، يعني المقادير مو ثابتة، يعني عينش ميزانك. تقدرين تضيفين وياها بوتيتة ناعمة تقلينها، أو يعني تضيفينها حتى مثلا تكثر حسب رغبتك. هنا راح أضيف كاري وكركم وملح فقط، هذه اللي راح أضيفها من البهارات. حبايبي لا تنسونا بالدعاء، ويا ربي يقضي كل حوائج كل محتاج، آمين، ويشافي كل مريض بحق محمد وآل محمد. وإن شاء الله النجاح، ما ننسى دعواتنا للنجاح للسادس الإعدادي، يا ربي النجاح للجميع ومعدلات حلوة، وباللي يسر قلبهم وخاطرهم إن شاء الله، وما يضيع تعب أي أحد، ويا رب يرزق أي فقير. ولا تنسونا بالدعوات، ولكم بالمثل أكيد. هنا أنا بعد ما استوى عندي الدجاج راح أضيف الكرفس أو المعدنوس اللي انتي حابته والمتوفر عندك. يعني هو اكو أفكار هواي حلوة للرقائق البرق الجاهزة. تقدرين تسوين بيها مكسرات ومبروش، وتقليها تسويها يعني كحلة، هماتين يرهم. هنا أنا بعد ما بردت قعدت هنا وبديت يعني ألف البورق بهذا الشكل، يعني لفة كل سهل ويعني ما ياخذ وقت من عندنا. تقريبا خلال نص ساعة يعني على ما حمست الصدر وشوية يعني برد ولفيته، تقريبا ما أخذ من بإيدي يعني تقريبا نص ساعة. يعني هو مو متعب، بالعكس يعني يعني شغله سهل وسريع، يعني حتى بتجهيزه بالقلي هم ياخذ وقت. بهذا الشكل راح أشوفكم يعني كم وحدة ألف وياكم، وأروح ألف يعني على راحتي. هنا أنا جبت ظرفين أو يعني كيسين من البورق. هذا الشكل نطويها. تقدرين تسوين خلطة من الأجبان، يعني شيدار وموتزاريلا، وأيضا تضيفين وياها الكرافس، وهماتين تحشين. تقدرين لحم، أه تقدرين مكسرات، جوز، شغلات يعني، وتسويها كتحلية. هنا أنا بعد ما خلصت الكمية، طبعا هاي البقت حصتي أكيد. هنا أنا قبل لا أوزع يعني فترة حتى لا يبرد عندي ويصير ما طيب، من يحمي الزيت أبدي أنزل القطع. ثواني ثواني تستوي، يعني أبد ما تاخذ وقت، وأحبها تكون مقرمشة، يكون طعمها طيب. حبايبي إذا وصلتوا لهاي المرحلة من الفيديو فأتمنى تخلونا لايك وتكتبوا لنا تعليقات حلوة، وأتمنى تكتبون بالتعليقات الدعوة لكل مريض إنه بالشفاء، وكل طالب حاجة تنقضي حاجته بحقي. عرس القاسم طبعا هنا صادفت الليلة السادس لعرس القاسم. هالسنة ما سويت صينية يعني بصراحة، فيعني المهم الثواب والنية الخالصة من قلبنا. إن شاء الله بالأيام الجاية إذا الله راد وسهل نسوي إن شاء الله صينية القاسم، إذا الله راد وسهل. وطبعا مخلية مصفي يمي حتى أتخلص من الزيت أو الدهن الزايد. أبدي أحركها وأقلبها على الاتجاهات حتى تاخذ لون، ما أخليها تاخذ لون يعني غامق، يعني هيجي وأكتفي.
يعني لونها حلو، مشقر ومقرمشة. حلوة، فكرة حلوة للتوزيعات، المجلس أو الموكب. أنا راح أبدي أقلي الدفعة الثانية وراح أكمل يعني بقية آه، القطع أقليهم ونرجع لكم. وهنا بعد ما خلصنا قليهم بهذا الشكل، هم يا ربي يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. إلى هنا أقول لكم في أمان الله ومع السلامة.